ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى نكمل فيديوهات بتاعت روايح رمضان والحلويات اللي بنحب نعملها بعد الفطار. دي صينية جلاش بالسوداني، طعمها كان حلو قوي، كانت معمولة بتركاية مختلفة كده شوية. تعالوا اقول لكم ازاي نعملها. اول حاجة هنكون مجهزين صينية لفة الجلاش بتاعتنا، ومجهزين الصينية ومدهونة بزبدة او سمنة. بعد كده هنبتدي بقى نفرد الجلاش، هنحط طبقتين طبقتين من الجلاش وندهن ما بينهم من الزبدة بتاعتنا او من السمنة. بس بعد كده هحط الطبقتين التانيين. بعد بقى ما هخلص النص الاولاني هروح حاطه في النص اي حشو انتوا عايزين تحطوه. ممكن تحطوا زبيب، ممكن تحطوا جوز الهند، ممكن اي نوع مكسرات انتوا عايزينه. انا هنا كنت مجهزه معايا سوداني مجروش، ما كنتش مكسراه قوي، وحطيته في النص. بعد كده هبتدي اكمل باقي لفه الجلاش، برضو ورقتين وادهن ما بينهم. بس كده لحد ما اخلص لفة الجلاش كلها، وابتدي اخر ورقتين من الجلاش هبتدي ادخلهم لجوه. برفع الجلاش كله اهو زي ما انتوا شايفين، وبدخلهم من تحت كده عشان يبقى شكل الصينية حلو. اهم حاجة ما تنسوش قبل ما تدخلوا الجلاش في الفرن تكونوا مقطعين الصينية، عشان بعد كده هي بتطلع ناشفة شوية فمش هتعرفوا تقطعوها. كده خلاص قطعتها، يبقى باقي عندي حبة من الزبدة بتاعتي هحطها فوق الوش عشان نتأكد الصينية كلها شربت من الزبدة. بس كده خلاص بقت جاهزة، تدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180، ونسيبها لحد ما تحمر من تحت ومن فوق. ايه بقى هي التركاية؟ اول لما تطلع مش هنسقيها بالعسل اللي هو الشربات، لا هنسقيها باللبن. لبن. انا شفتها على النت وقلت لما اجربها. بصوا انا هنا زودت كمان سكر، يعني هي هتاخد حوالي 3 ارباع كوبايه سكر او كوبايه كامله من السكر زيها زي العسل. اللبن ده حطيت فيه السكر وحطيته على النار، بس مجرد يدفى بس على النار، ما يبقاش يسخن، يبقى دافي بس. واول ما بيطلع والسكر يدوب اقوم حاطه عليه كيس من الفانيليا. طلعت خلاص صينيه الجلاش، هنزل عليها باللبن. في هنا فكرة، اللي مش بيحب الجلاش يبقى طري هي بتخليه طري عامل زي الفطير، اللي مش بيحبه كده يحط عسل وما يحطش اللبن. بس فكرة اللبن كانت تجديد وكانت حلوة. اهم حاجة لو بتعجبكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وحركة الاكسبلور، وجربوا طريقة الجلاش دي هتعجبكم للي بيحب الجلاش عامل زي الفطير. يلا باي باي.